قمت بقى الشمليت وذبحت بطه. الحاج عايز ياكل بط وكسكسي. كسكسي ده شرط اساسي، يعني البط يبقى كسكسي، بط يبقى محشي. ما انا اللي بجيبه لنفسي، انا اللي بجيبه لنفسي. يقول لي ايه وانت بقالك يومين بتاكلين عدس، ايه وانت هتربطينا على العدس؟ لا ازاي، محسسيني ان انا بقالي شهر ما خليتها فل ايه بسم الله ما شاء الله زي القشطه. محسسيني ان انا بقالي شهر ما بطبخش. شهر مش حته يوم ريحت فيه وقلت لهم انا مكسله وان انا تعبانه ومانيش قادره اطبخ. لا بصي يا حبيبتي، ايه لو بتموتي الحاله الوحيده اللي يسمحوا لك فيها ان انت ما تطبخيش في حاله لما تكوني بتموتي بقى وبتخلصي وبتودعي. انما لو بتزحفي كده تقومي تطبخي. هما مالهم؟ هما عايزين ياكلوا وخلاص، هما عايزين ياكلوا وخلاص. المهم ايه؟ المهم ان انت تطبخي لها. سيلفي طلق مراته وراح ودالها العزال في المركز. والله العظيم اخوالها واقفين، اخوالها واقفين يتفرجوا بهم ونسوانها. طب انتوا كنتوا فين؟ والرجاله رايحين جايين وعمالين يقولوا يا جماعه عايزين نصالح. كنتوا فين؟ كنتوا فين انتوا؟ ده غضبانه بقالها سنه، ورمى عليها اليمين في الشارع وطلقها كده قدام الناس كلها. كنتوا فين بقى يا اخوانها؟ عشان كده بقول لكم عمر الاب، عمر الخال ما يبقى اب ولا العم يبقى اب. وبصراحه كده ومن الاخر، انت بتتجوزي يا حبيبتي بتنزحي من على قفا اهلك وبيخلصوا منك وايه، وبعد كده تعتبر نفسك ضيف. انت ضيفه، ضيف بتروحي عند اهلك تبقي ضيف. ما تفكريش بقى ان انت بايه تروحي تغضبي كده ترزعي لك شهر ولا 2 ولا سنه زي البنت اللي غضبانه بقالها سنه دي. هما خلصوا منك وجوزوكي تشيلي همك وتشيلي مسؤوليتك وتقعدي وتكني في بيتك وتكني في بيتك، ومفيش حد هيتحملك، بيتك هو اللي هيستحملك. وتاكل الطين كده وتعيش وايه وتعيش. وما تفكريش ان انتي تسيبي بيتك لاي سبب. ما تفكريش تسيبي بيتك لاي سبب وتحت اي ظرف. هتقولي لي ما هو بيشتمني وبيعمل وبيتعامل معايا وحش جوزي. هقول لك يا هبله اضحكي عليه تاخدي عينيه بيه. وبعدين اللينه ما بتنكسرش، اللينه ما بتنكسرش. يعني ايه يا حنون؟ يعني يا حبيبتي يعني ايه؟ يعني انت لما تبقي انت بتتعاملي معاه حلو هو هيعاملك وحش؟ ما هي معامله بالمثل. هو هيعاملك وحش ليه؟ اعملي انت خليكي ناصحه وتضحكي عليه، وانت تاخدي اللي في جيوبه وتاخدي حب عينيه كمان. ولما يبقى يجي يتخلق عليك ويكرشك ويقول لك اطلعي من البيت ولا روحي لاهلك، قولوا له انا ما اطلعش ولا اسيب بيتي ولا اسيب اهل ولا اسيب بيتي ولا اسيب عيالي. انت عايز تطلع بالسلام، انت عايز تروح تسيب بيتنا، تسيب البيت والعيشه بتاعتنا مزهقاك، روح انت بالسلامه، روح في خرار. لكن انا ما اسيبش بيتي ولا اسيب ولادي ولا اسيب معاشي، وتقعدي في بيتك معززه مكرمه تاكلي لقمه وترمي 10 وتسيبك منه خالص وتكبري دماغك منه. وهو غصب عنه هيجي بصي هيجي لحد عندك ويتمنى لك الرضا ترضي. عياني ايه اللي جايبك دلوقتي؟ روحي روحي، انا مش فايقالك. انت شايفه حتى جنبكم دفايات قد ايه لسه هفردهم عليها دلوقتي. عايزه ايه مني؟ سيبيني في حالي يا بنت. انت مش بردانه؟ ايه اللي مطلعك من بابكم؟ روحي لحالك. تقول ايه؟ بتقول اطعم الرجاله اللي في الدنيا. اطعم. اطحت انت يا
دول نعمه واللي يكرههم يعمل. امال مين يا بنت اللي هيضربك كل يوم؟ امال مين اللي هيكرشك؟ امال مين اللي هيجيب لك الضغط والسكر؟ ده الراجل دي زي الملح بيجيب الضغط والسكر. امال مين اللي هيوديك المرستان على رجلك يا حبيبتي؟ امال مين يا بنت اللي هيقول لك بتعملي ايه طول النهار؟ قاعده طول النهار بتعملي لنا ايه؟ يعني الرجاله دول زي الخزين في البيت يا بيه، زي الخزين في البيت، زي شوال الرز، زي شوال البطاطس، الدار خزين في البيت. انما تحتم لا، دول نعمه يا بنت واللي يكرههم يعمى. شايفاني قاعده عامله ازاي؟ مانيش لده عليه في المطبخ، مانيش لده، بعمل اكل مانيش لده، طالعه فوق ونازله تحت مانيش لده. والنبي انا عملت ايه؟ ما انت عاجبه برضه. عيشي عيشي يا اختي عيشي. لا ما تغضبيش عندي، لا روح روح. انت المره اللي فاتت غضبت عندي، غرمتني حله محشي وما رضيتيش تجيبي دكر بط من عندك، ما رضيتيش تجيبي دكر بط من عندك. روح روح. انا مش طبخه، انا مش طبخه انا النهارده، مش هطبخ. بصي هفضل قاعده كده لحد ما الليل يجي واخش على السرير. مانيش هطبخ، اللي ياكل طين. مش طبخه. لا روح روح روح. بصي وطي على ايده كده وحبيها وقولوا له انت نعمه واللي يكرهك يعمل. يا بنتي يا سعديه، هاتي حله ميه سخنه من عندكم يلا، واغسلي لي المواعين وروقي لي المطبخ، احسن انا مكسله وبردانه ومانيش عايزه اقوم اعمل اي حاجه النهارده. احنا عندنا حله عدس بايته هيسخنوها وياكلوها، ومانيش عامله اي حاجه النهارده. بتقولي ايه؟ حماتك عازمه اخوات جوزك؟ طب وماله؟ روقي لي المطبخ وبعدين نبقى روحي لهم كل جمعه تعزمهم. طب وماله يا بنتي؟ هو ايه اللي يضايقك في كده يا ميل؟ هو انت لما يبقى بيتك مفتوح للناس كلها دي حاجه تزعلك؟ ده الضيف ده وهو ماشي كده بياخد الشيطان اللي ساكن في البيت وبياخد حاجات وحشه معاه ياما. وايه يعني ما بيت جوزك يبقى مفتوح لاخواته؟ ما فيهاش حاجه. حماتك بتعزمهم كل جمعه، طيب وايه المشكله؟ وبيمشوا ويسيبوا المواعين وسخه. اهو ده عيبه بقى، اهو ده عيبه. قبل ما يروحهم قولوا لهم اقعدوا ما نغسل المواعين قبل ما تروحوا. ما فيهاش حاجه، مش المواعين اللي كلوا فيه يغسلوه وفيه ايه هي المشكله في كده؟ وحماتك بتعد عليك الاكل وانت قاعده تاكلي وبتقوم بتاكلوا نص بطن. ازاي بتقوم نص بطن؟ ازاي بقى الكلام دي؟ يعني انت تبقى قاعده في بيتك وهم ياكلوا ويملوا كرشهم وانت تقوم نص بطن علشان بتعد عليكي؟ كل ما تيجي تاكلي تقولك حشي يا اختي حشي. يا خايب. قولها انا باكل في خير جوز، ما تقول لي كان حشي قولها خير جوز. امال ان ما كنتش احش في خير جوزي هحش فين؟ امال هروح عند ابويا واكل؟ انا باكل في خير جوزي وفرزها وحرقي دمه. قولها انا باكل في خير جوز. وعودي يا بنت كولي وكبري دماغك وما تشغليش بالك باللي هي بتقول. امال هي بس تعزم بناتها وانت تخدمي عليهم وما انتش عاجبه كمان وبيتنكوا عليكي كمان ليه؟ هو انت كنت الخدامه بتاعتهم؟ كبري دماغك يا بيت، كبري دماغك. اما تيجي تعزم عيالها قول لها انا ما نش طبخه وما نش عامله حاجه، ومطرح ما يحط راسهم يحط رجلهم. كبري دماغك من ناحيتهم خالص. هو انت كنت الخدامه بتاعتهم؟ بس انا هقول لك ايه على كله علشان خاطر جوزك بس، ما فيهاش حاجه. اما يجوا يتغدوا عندكم كل جمعه بس، وهم بعد ما يتغدوا بقى عشان هم اصل هم مش ضيوف، هم المفروض بيجوا كل جمعه، يعني هم اصحاب بيت بقى. هم بيجوا كل جمعه هو بيشوفوا امهم وبيقعدوا ياكلوا ويبرطعهم وعيالهم بيخبلوا لك الدنيا طبعا. وانت بقى بعد ما بيمشوا بتقعدي تروقي وتغسلي المواعين وبتنهاني في اليوم ده كل جمعة. ده العالم دي فاضية مش لاقي لها شغل. بعد ما تتغدوا قوموا مسخنة المية وتحكي عليهم كده وقول لهم يلا بقى ما نغسل المواعين واحنا قاعدين كده، بدل ما تسيبوهم لكم وتروحوا. ما فيهاش حاجة، فيها ايه؟ بس قومي يلا اغسلي لي المواعين بتاعتي وروقي لي الحوض علشان انا مكسلة اعمل اي حاجة النهاردة. احنا هنتغدى عدس، انا عاملة حساب ان انا مانيش طبخة ومانيش عاملة حاجة بقى النهاردة. احنا هنتغدى عدس اهو. بتقول البيض اللي جوه اوعى حد يجي ناحيته، احسن انا مخليه للفرخه هحطه تحتها علشان الفرخه هترقد عليه وتطلع لنا كتاكيت. اوعى حد يفتح التلاجة ولا لكم دعوه باللي في التلاجة. انا بقول لكم اهو اللحم اللي في التلاجة هتعلقوا عليه. انا بقول لكم اهو اياك حد يفتح التلاجة. اللحم اللي في التلاجة دي مش بتاعتنا، ده بتاعت الجيران، ده جايبينها علشان التلاجة بتاعتهم عطلان
ويلا وفتكم بعافيه يا حبايبي، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.